السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامجنا من هنا نبدأ. أتذكر زمان ونحن في المراحل المتوسطة والثانوية كنا نردد نشيد للشاعر التونسي أبو القاسم الشابي، ويعني في مطلع هذه القصيدة يقول الشاعر: من يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. حقيقة هذا الشاعر جسد في هذه القصيدة معنى الحرية، معنى الإرادة، معنى العزيمة، معنى إرادة الحياة. يعني هذه القصيدة يمكن الآن لو أسقطناها ولو قارناها بواقع حالنا الآن، واقع أبنائنا الآن، هل أبنائنا يتمتعون بإرادة وبعزيمة وبهمة عالية؟ يعني سبحان الله، يعني يمكن أكثر الشكاوى الآن تلاحظوا إنه أغلب أولياء الأمور يعني دائما متضجرين يعني دائما قلقين جدا. فسألت أخواتي يعني إيش المشكلة؟ تقول أبنائنا ما حابين يدرسوا، أبنائنا ما عندهم همة، ما عندهم عزيمة. تقول إنه كثير من الأبناء الآن أصبحوا خلاص، أنا ليش أتعب نفسي في الدراسة وطريق طويل وممل، واللي درسوا ماذا أنتجوا؟ يعني إنه يقول إنها لحياة طويلة لو أنا بدأت أدرس واستمر في موضوع الدراسة. فبدأت سبحان الله في ظاهرة الآن ما أقدر أنا أقول الكل، لكن في يعني معظم الأبناء، معظم أبنائنا الطلاب أصبح عندهم ظاهرة الكسب السريع، لكن كسب السريع دون تخطيط، دون يعني رؤية مستقبلية. فيقول أنا أعمل برامج في اليوتيوب، وحتى هم يعني الآن يشاهدوا المشاهير في القنوات، وللأسف أحيانا محتويات فارقة، يعني محتويات لا تصنع ولا تبني مجد يعني الشعوب حقيقة. يعني فالموضوع ده يعني جاء في بالي إنه يعني ما هي المشكلة أصلاً؟ ليش أصبحت همة أبنائنا بهذا المستوى؟ فبدأت يعني الواحد يعني يبحث ويعني ويتطرق لهذا الموضوع. فإن شاء الله اليوم حيكون حديثنا عن موضوع الهمم العالية، وهل الهمم يعني هي فطرية أم مكتسبة؟ نبدأ أولاً يعني كعادة برنامجنا دائماً نحن نبدأ في البداية نعرف ما هي الهمة أصلاً. الهمة مأخوذة من هم بالشيء، يعني إذا أنا يعني هميت بفعل شيء ما، أنا هميت إن أنا أسجل هذه الحلقة، إنه يعني يكون عندي شيء يعني أمر يعني أسعى لأفعله، يعني بمعنى إنه يعني يكون الإنسان عنده إرادة، عنده نية، عنده عزم لتحقيق شيء ما. هذه هي موضوع الهمة. وأما الهمة العالية فهي الإرادة القوية والعزيمة الصادقة والتحلي بالأخلاق الفاضلة. هذه الهمة العالية اللي تكون الإنسان تكون عنده الدافع القوي ليكون ينجز يعني شيء يستحق. يعني سبحان الله، يعني في حتى لما نحن نرجع لتاريخنا أو نرجع للقصص وللعلماء نجد أنهم كانوا هم من صنعوا المجد، كانوا هم أصحاب الهمم، كان عندهم الإرادة وكان عندهم العزيمة وسعوا، وكان يعني يسهروا ليل النهار حتى يعني كل واحد منهم أصبح مبدع في مجاله، ويكون عنده اختراعات، يكون عنده إنجازات عظيمة جدا. ونجد حتى في مجالاتنا، مجال العلم النفس ومجال التربية، تجد أن كثير من العلماء المسلمين هم اللي يعني أوجدوه، ثم بعد ذلك يعني كما نعلم جميعا يعني أنه كيف الغرب استطاع أن يطور هذه العلوم، وأصبح الآن هم يتبنوها، رغم أنه يعني الإرث يعود لنا إحنا كمسلمين. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين. يعني حقيقة لما نحن نتأمل في هذه الآية نجد أنه كيف الله سبحانه وتعالى يعني حسنا أنه
كيف نسارع يعني، والسرعة غير المشي. يعني يمكن في أمور الدنيا نجد أنه وامشوا في مناكبها، لكن لما تأتي مقارنة بهمة الآخرة وحتى الإنسان يرتقي وينال الدرجة الرفيعة اللي هي جنات عرضها السماوات والأرض، لابد أن يسارع في عمل الخير ويسارع في أنه يتقي الله سبحانه وتعالى. وبهذه يعني الله سبحانه وتعالى يبشرنا للذين هم يسارعون في هذه الحياة الدنيا. نجد في آية أخرى الله سبحانه وتعالى كذلك أمر بالهمة العالية، وإذا عزمت فتوكل على الله. وهذه الأدلة وكثير من الآيات نجد أنه سبحان الله من منهجنا الإسلامي، وسبحان الله يعني ديننا الإسلامي يأمرنا دائما بالعمل وبالهمة. تجد أنه كل الآيات تشير إنه الإنسان يجد ويتعب، وأنه يعني إن الإنسان يعني سبحان الله كل السعي في الحياة الدنيا تكون ثمرته هي النيل وهي الرفعة العالية في الآخرة بإذنه تعالى. وفي حديث يقول في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. يعني لو تأملنا مفردات الحديث نجد فيها كلها الحث على الهمة العالية، أن يحسنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نحن نكون أصحاب همة ومع همتنا لكن نستعين بالله سبحانه وتعالى. الإمام ابن القيم رضي الله عنه يقول إنه العلم والعمل توأمان أمهما الهمة العالية. وكأنه جسد لنا ابن القيم أنه العمل سبحان الله دائما العلم مقرون بالعمل، يعني ولذلك في كثير من الآيات الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعمل إذا العلم لم يكن يعني سبحان الله يترجم في شكل عمل فيكون لا فائدة منه. ولذلك تجد أن كثير في الآيات يقول يعني كبر مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني الإنسان المتعلم، الإنسان الذي حصل درجات يعني رفيعة من العلم واستطاع أن يكون له مفاتيح هذا العلوم أيا كان العلم، فلا بد أن يعمل. وإذا كان العلم لم يترجم في شكل عمل لا فائدة ولا معنى له، ولا حتى لا حيعد بشيء في المجتمع وفي الأمة بشكل عام. هذه هي يمكن معنى الهمة، والآيات تدل على الهمة العالية أهميتها في حياتنا الدنيا وفي الآخرة. نأتي الآن من هم أصحاب الهمم العالية؟ هل أصحاب الهمم العالية هم يعني أناس من كوكب آخر؟ وهل أصحاب الهمة العالية من أين جاءت هذه الهمة العالية؟ هل هم اكتسبوها أم نشأوا أم ماذا؟ يعني وذلك يمكن احنا نلاحظ الآن حتى سبحان الله يعني في البيت في الأسرة تجد إنه يكون عندك ابن عنده هم وعزيمة، ويعني يمكن من خلال سلوكه، من خلال مسؤولياته في البيت، من خلال ترتيب لأموره لحياته، تجد أنه في هنالك فروقات يعني. وهذا فعلا هذا رزق من الله سبحانه وتعالى. لكن أصحاب الهمة يتصفون ببعض الصفات. أولها هي الإيجابية، والإيجابية بمعنى أنه الشخص الذي يتمتع بهمة عالية دائما إنسان متفائل، إنسان إيجابي، لا يسقط يعني فشله على الآخرين. يعني تجد أن كثير من بعض الشباب هم اللي تعلموا عمل إيه، نحن حنعمل إيش، ويقول لك دائما يجد لكل حل مشكلة، والعكس صحيح. يعني دائما تجد يقول لك أنا لو درست ماذا حأستفيد. دائما نظرته متشائمة، نظرة سوداوية، إنسان سلبي، لا يأتي يعني بشيء أصلا يعني. فهذه واحدة من سمات أصحاب الهمة العالية، دائما إيجابيين، دائما عندهم الطموح، هم أصحاب إرادة وأصحاب عزيمة، ويعني دائما يعني يتسموا بالدقة والانضباط. وأنا أقول أساس كل شيء هو الانضباط. يعني يمكن كنت أذكر في كثير من الحلقات كيف هم الآن هم الصينيين الآن أصبحوا من أنا عشت في ماليزيا، وكنت أرى كيف الصينيين يعني يصحوا قبل المسلمين في الفجر، وحياتهم كلها يعني انضباط، وحياتهم كلها
يعني التزام، ويعني تجدهم انه وقتهم كله مرتب. الأصحاب الهمة العالية كذلك دائما تجدهم حريصين يستقلوا الفرص. تجد دائما كل ما تأتي فرصة في مكان ما هو حريص جدا، ودائما هو يسعى ليستفيد من وقته ويستقل وقته بأفضل ما يكون. يداوموا على المداومة، هو ليس فقط عمل متقن ولا خطة، لكن أحيانا قد تجد أن الشخص يدع خطة جميلة منمقة، خطة يعني مرتبة من الألف للياء، لكن إذا لم تكن هذه الخطة نداوم عليها. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل، يعني قليل دائم خير من كثير منقطع. حتى لو كان هذا العمل بسيط جدا وأنا أداوم عليه وباستمرار حتى يعني أجني ثمار هذا العمل. لكن إذا أنا أبدأ اليوم برنامج، أبدأ عمل عندي همة، مثلا أنا مثلا عايزة أكون متميزة في بعض البرامج في السوفت وير، في بعض البرامج في الكمبيوتر، خاصة أبنائنا الشباب، فتجد إنه اليوم يعمل، يعني اليوم الثاني خلاص يقول خلاص طفشت وأنا يعني يمل من هذا الموضوع. فالمداومة على العمل، الاستمرارية على العمل دائما هي التي يكون لها نتائج، ويكون لها حقيقة ثمرة، ويكون لها أثر. يعني العمل إذا يعني يوم موجود ويوم غائب فما حيكون له أي ثمرة. النقطة الثانية اللي هي أصحاب الهمم العالية يتسمون بأن عندهم رؤية واضحة، عندهم أهداف لحياتهم، وعندهم معنى للحياة. وهذا ما ذكرنا يمكن في الحلقات السابقة، كيف يجد الإنسان معنى لحياته، يعني كيف يكون الفرق ما بين الحياة والموت. كل ما أصبح لدينا يعني هم، كل ما أصبح لدينا هدف واضح، كل ما أصبح لدينا معنى للحياة، أكيد حتثمر هذا الهدف بشكل أكبر، بشكل يعود بالنفع للفرد أولا، ثم للمجتمع وللأمة بشكل عام. يمكن هذه الصفات أنا وجدتها في مقابلة مع أحد الطلاب من جنوب شرق آسيا. الطالب يدرس هنا في الجامعة، فيعني يمكن كل هذه الصفات، وأنا أتحدث مع هذا الشاب هو يدرس في السنة الثالثة في الجامعة، يقول لي أنا كان عندي رغبة، وتحدثت معه في موضوع كيف الشباب وتأثروا الآن بالوسائل وأصبحت همومهم يعني متدنية. بيقول لي أنا عندي برنامج إن شاء الله، يعني حأختم بهذا القصة، هذا الجزء من الحلقة. هذا الشاب أنتج برنامج عند السوفت وير، وأصبح متقن لطريقة البرمجة، والجامعة أصبحت تعتمد على هذا الشاب. يعني تخيلوا الآن شاب في الجامعة أصبح عنده مصدر إضافي، مصدر دخل أولا، أصبح نموذج للشباب، إنسان متقن. ولما أنا سألت الطلاب زملائه في الجامعة أقول لهم إيش ميزة هذا الشاب؟ يقول لي دائما مداوم، عنده برامج يدعها في اليوتيوب، برامج هادفة، برامج ناجحة. لكن اللي يميز هذا الشاب اللي هو شاب طموح، إيجابي، عنده هدف واضح، وأصبح منتج، وأصبح نموذج يقتدى به في الجامعة. حقيقة يعني هذه تتجسد في هذا الشاب يعني كل صفات أصحاب الهمم العالية كن ذكرناها، اللي هي الإرادة، العزيمة، التفاؤل، الإنسان يكون عنده هدف ومعنى لحياته. هذه هي صفات أصحاب الهمم العالية. وإن شاء الله يعني في الجزء الثاني من الحلقة إن شاء الله في نفس الموضوع حنكمل كيف نكتسب هذه الهمة العالية، ومن أين نجد الهمة العالية، ولأهمية هذا الموضوع حقيقة إن شاء الله يعني يكون لنا فيه حلقات. إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذنه تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.